السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله يعني معلش انا الفيديوهات بتاعتي قليلة شوية، عشان بس في عندي شوية ظروف الحياة، يعني الحمد لله ظروفي مش منتظمة. نسأل الله العفو والسلامة والعافية. اول حاجة هنا، انا هعمل معاكم البامية. طبعا البامية احنا عارفين الموسم بتاعها بيبدأ من شهر 7، ولسه البامية موجودة في السوق وحلوة قوي يعني. فالبامية دي انا الحقيقة بنحب نعملها في رمضان. احنا عارفين رمضان اليوم بيبقى قصير طبعا وجاي في الشتاء، فتعمليها وتطلعي الكيس جاهز كده. مش هياخد معاكي وقت، يا دوب تسبكي كده وتحطيها جاهزة. وبالطريقة اللي انا هعملها دي ان شاء الله في التسوية هتبقى معاكي زي الزبدة، ولا هتجلد ولا حاجة. طريقة بسيطة جدا وانا مجرباها من سنين، وطريقة ناجحة بإذن الله. اول حاجة طبعا انا جبت البامية دول 2 كيلو ونص. طبعا دول مش ال2 كيلو ونص كلهم، انا عاملة منهم كيس. بحب انقي البامية اللي هي الحجم المتوسط. وطبعا نقيت طلع معايا شوية، يعني كده شوية بامية حجم صغير كده. بصوا بقى، انا نقيت اللي هو ده لوحده، والصغيرة شوية خليتها لوحدها. عشان يبقى التسوية بتاعتها يعني الصغيرة دي ما تتهريش معايا وكده. اول حاجة هنا في الطريقة بتاعتي، انا حطيت مية على النار، والمية هتوصل كده لدرجة الغليان ان هي هتبدأ تغلي كده. اول حاجة بعملها قبل ما انزل البامية بعصر فيها نص ليمونة. نص الليمونة دي هي اللي بتحافظ لي على الخضار بتاع البامية. يعني البامية ما تغمقش منك ولا حاجة، بتخلي البامية الخضار بتاعها زاهي وحلو قوي زي ما هتشوفوا الوقت. وطبعا عشان بقى عشان كلها تاخد درجة حرارة واحدة، يعني بقلبها من هنا لهنا كده. بصوا اللون بتاع البامية زاهي ازاي. ده من نص ليمونة اللي انا حطيتها. لو هتعملي طبعا كمية زيادة عن كده والمية بتاعتك كتيرة ممكن تحطي ليمونة. بسيبها على النار يعني المدة ما تزيدش عن 5 7 دقايق. يعني انا عايزاها بس كده تاخد الصدمة في درجة الحرارة بتاع المية. وبعد كده بنقلها في حلة تانية فيها مية باردة. المية دي الحقيقة انا جايباها من حنفية. المهم ان البامية تبرد معايا. وخدت الكمية التانية برضو، هعملها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده. بس دي هي دي بقى البامية اللي انا قلت لحضراتكم اللي هي الصغيرة شوية. وهنا بقى معايا دي البامية اللي هي في المية الباردة. هبدأ بقى ايه اطلعها كده، اصفيها بقى من المية واطلعها. وبعد كده ببدأ بقى اعبيها في اكياس زي ما انت عايزة. كمية الكمية اللي انت هتطبخيها. يعني انا دي كده ال2 كيلو ونص عملوا معايا 3 اكياس دول، وكمان في كيس في التلاجة تبع الطبخة بتاعتي طبعا. وبعد كده طبعا بدخلها الفريزر. بس لما بتيجي تطبخيها ما بتسيبهاش لما تفك يعني. احنا قلنا طبعا لما بتيجي تسوي البامية بتطلعيها، ما تسيبهاش تفك، تحطيها بالتلج بتاعها كده. بتبقى زي الزبدة. وتاني حاجة بقى هنا، هعمل الليمون. هفرز الليمون بطريقة سهلة جدا. كل ما ببقى في السوق الحقيقة بلاقي الليمون حلو، يعني بجيب لي البيت وبشيل منه حبة كده في الفريزر. غسلت الليمون ونشفته بفوطة زي ما حضراتكم شفتوا كده. وبعد كده عبيته في الاكياس. هو الليمون الحقيقة بينفعني بقى بعد كده لما باجي انقع الفراخ لازم بحط ليمون. اي طيور بنقعها بحط ليمون. وبينفع برضو لو عصرتيه، يعني تطلعي الليمونه كده تفك وتعصريها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولكم بخير ان شاء الله.